إحنا دولة فقيرة. طب لو فقيرة، مين بيمول كل اللي أنت شايفه ده؟ مليارات بتتصرف كل يوم، طرق ومدن ومشاريع ما بتخلصش. ولو غنية بقى، ليه ناس كتير مش عارفة تعيش بشكل طبيعي؟ ليه واحد شغال طول الشهر وفي الآخر مش عارف يكمل الشهر؟ ليه كل حاجة بتغلى أسرع من أي فلوس بتدخل جيبك؟ إزاي يبقى في فلوس بالحجم ده كله وإنت مش حاسس بيها ولا شايف أثرها في حياتك؟ يبقى يا إما في حاجة إحنا مش فاهمينها، يا إما في حاجة أكبر من اللي بتتشاف. بس الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها إن المشكلة مش إن مصر فقيرة ولا إنها غنية. المشكلة إن الفلوس موجودة بس مش معمولة عشانك دلوقتي. والسؤال الحقيقي مش الفلوس فين، السؤال هو إمتى الفلوس دي هتوصل لك. خلينا نهدى لحظة ونفكر بشكل أبسط. المشكلة مش إن مصر فقيرة ولا إنها غنية، المشكلة إن السؤال نفسه غلط. لأن كلمة فقيرة أو غنية بتتقال كأنها حاجة واحدة واضحة، لكن الحقيقة إن الاقتصاد أعقد من كده بكتير. مصر ببساطة مش دولة ما فيهاش فلوس، بالعكس، في فلوس بتتحرك كل يوم بمليارات. لكن الفكرة إن الفلوس دي مش بتظهر لك بنفس الشكل ولا بتوصلك في نفس الوقت. يعني مثلاً حجم الاقتصاد في مصر بيعدي مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وده معناه إن في إنتاج وشغل وحركة فلوس كبيرة جداً بتحصل كل يوم. لكن ده مش معناه إن كل مواطن بيحس بالكلام ده في حياته اليومية، لأن الفلوس دي بتتوزع على قطاعات كتير: شركات كبيرة، مصانع، استثمارات، مشاريع طويلة الأجل. وفي نفس الوقت في ناس دخلها ثابت أو بيزيد ببطء شديد، فبيحصل تضارب غريب جدا. تلاقي شركة ممكن تكسب ملايين في نفس السنة، وفي نفس الوقت موظف مرتبه 5000 أو 6000 جنيه بيحاول يكمل الشهر بالعافية. وده مش تناقض زي ما الناس فاكرة، ده طبيعي في أي اقتصاد كبير، لأن الفلوس مش بتتحرك بشكل متساوي ولا سريع لكل الناس. فالمشكلة مش إن الفلوس مش موجودة، المشكلة إنك شايف جزء صغير جدا منها، وهو الجزء اللي بيوصلك بشكل مباشر. لكن باقي الصورة أكبر بكتير من كده. وعشان كده ناس كتير حاسة إن البلد فقيرة، وناس تانية شايفة إن فيها فلوس كتير. والحقيقة إن الاتنين صح، بس كل واحد شايف زاوية مختلفة من نفس الصورة. طيب لو وسعنا الصورة أكتر وبصينا من فوق فعلا، هنلاقي إن اللي بيحصل أكبر بكتير من مجرد مشاريع إحنا شايفينها بعينينا. خلال آخر 10 سنين الدولة دخلت في مرحلة إنفاق ضخم جدا على البنية التحتية. أرقام بتوصل لتريليونات الجنيهات اتصرفت على طرق وكباري وشبكات نقل وكهرباء وغاز ومية ومدن جديدة. الهدف منها مش شكل حلو ولا منظر قدام الكاميرا، الهدف الحقيقي إن البلد تبقى قادرة تستوعب اقتصاد أكبر وعدد سكان بيزيد بسرعة، توصل تقريباً ل2 مليون شخص كل سنة. وده معناه ضغط رهيب على أي خدمات أو موارد موجودة أصلاً. يعني مثلاً شبكة الطرق الجديدة اللي اتعملت خلت فيه طرق كانت بتاخد 6 أو 7 ساعات بقت ممكن تتعمل في 3 أو 4 ساعات، وده بيقلل تكلفة نقل البضائع بنسبة ممكن توصل ل20 أو 30% في بعض الحالات. وده رقم كبير جدا في عالم التجارة، لأن أي تقليل في التكلفة بيساعد الشركات تنتج وتبيع أكتر. وكمان الكهرباء اللي اتطورت بشكل ضخم خلت البلد تنتقل من مشاكل انقطاع مستمر لفائض في الإنتاج يوصل لعشرات الجيجاوات. وده معناه إن أي مصنع يقدر يشتغل من غير خوف من توقف مفاجئ، وده بيشجع استثمارات أكتر تدخل. كمان تطوير الموانئ زي موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر خلى القدرة الاستيعابية تزيد بشكل كبير، وده معناه سفن أكتر وتجارة أكتر وعملة صعبة أكتر تدخل البلد. وكل ده بيتربط ببعضه، لأن الاقتصاد مش حاجة واحدة، الاقتصاد شبكة كبيرة جداً، كل جزء فيها بيأثر على التاني. والمدن الجديدة اللي بتتبني مش مجرد شقق، دي محاولة لحل مشكلة زحمة سكانية ضخمة في مدن قديمة بقالها عشرات السنين مش قادرة تستوعب الزيادة. وده معناه
فرص شغل في البناء والتشغيل والخدمات، وفتح مساحات جديدة للنشاط الاقتصادي. بس رغم كل الأرقام دي ورغم كل الشغل ده كله، في حاجة لازم تبقى واضحة: النوع ده من الإنفاق مش معمول علشان يزود مرتبك الشهر الجاي ولا يخلي الأسعار تنزل بكرة الصبح. النوع ده من الفلوس بيتصرف علشان يجهز الأرضية لاقتصاد أكبر في المستقبل. يعني ببساطة هو استثمار في بكرة، مش حل سريع للنهاردة. وعشان كده ناس كتير بتبص للمشاريع دي وتحس إن الفلوس بتتصرف بعيد عنها، لأنها فعلاً مش بتدخل جيبك بشكل مباشر. أنت مش هتحس بالطريق الجديد كفلوس في إيدك، ولا بمحطة كهرباء كزيادة دخل، لكن هتحس بيهم بشكل غير مباشر. وبعد وقت، لما تكلفة الإنتاج تقل، ولما الشغل يزيد، ولما الاقتصاد كله يبدأ يتحرك بسرعة أكبر. والمشكلة إن الفترة اللي بين الفلوس ما تتصرفش والنتيجة ما تظهر ممكن تبقى طويلة. وده اللي بيخلق الإحساس الصعب إن في فلوس ضخمة بتتصرف حواليك، بس حياتك اليومية لسه ما اتغيرتش بالشكل اللي كنت مستنيه. لأن ببساطة الفلوس دي شغالة على مستوى البلد كلها، مش على مستوى الفرد بشكل مباشر في اللحظة الحالية. ولو دخلنا أعمق شوية في الموضوع، هنلاقي إن أخطر نوع من الفلوس في الاقتصاد هو الفلوس اللي أنت أصلاً مش شايفها بعينك، ودي اسمها الاستثمارات. ودي ببساطة فلوس بتدخل البلد مش علشان تتصرف وخلاص، لكن علشان تشتغل وتكبر وتجيب فلوس تانية. يعني مثلاً مستثمر أو شركة ممكن تقرر تحط 200 مليون أو 500 مليون جنيه أو حتى مليار دولار في مشروع واحد، زي مصنع أو محطة طاقة أو مشروع عقاري كبير. الفلوس دي في أول سنة أو 2 بتتصرف في البناء والتجهيز، وممكن توظف مئات العمال بشكل مؤقت. لكن التأثير الحقيقي بيبدأ لما المشروع يشتغل فعلاً. المصنع مثلاً بعد ما يشتغل ممكن يوظف 500 أو 1000 شخص بشكل دائم، والناس دي تقبض مرتبات شهرياً، تتحرك في السوق وتشتري وتصرف. وده يخلق حركة اقتصادية حوالين المشروع كله، من موردين لنقل لتجارة لناس تانية بتستفيد بشكل غير مباشر. وده اللي بيخلي استثمار واحد يخلق آلاف الفرص بشكل مباشر وغير مباشر. بس كل ده بياخد وقت ومش بيحصل في يوم وليلة. ولو بصينا على الصورة الأكبر، هنلاقي إن في استثمارات بمليارات الدولارات دخلت في قطاعات زي الصناعة والطاقة والعقارات والتكنولوجيا. وبعض التقديرات بتتكلم عن عشرات المليارات اللي بتدخل سنوياً بشكل مباشر أو غير مباشر. ودي أرقام كبيرة جداً، بس مش معناها إن كل جنيه منها بيتحول فوراً لمرتب في إيدك، لأن الفلوس دي بتفضل فترة طويلة جوه دورة الاقتصاد قبل ما توصل للفرد. كمان لازم نفهم إن جزء كبير من الفلوس دي بيمر من خلال البنوك. النظام البنكي بيدي قروض لشركات علشان تكبر أو تبدأ مشاريع جديدة. يعني شركة تاخد قرض بمئات الملايين تبدأ بيه مشروع. المشروع ده يشغل ناس ويخلق دخل، لكن في نفس الوقت الشركة بتسدد القرض بفوايد، وده جزء من الفلوس بيرجع تاني للنظام المالي. فأنت قدام حركة فلوس معقدة جداً، مش مجرد فلوس داخلة وبتتوزع على طول. والنقطة الأهم إن مش كل الناس بتستفيد بنفس السرعة، لأن في وظائف بتتخلق بسرعة زي العمالة في البناء، وفي وظائف تانية بتحتاج مهارات أو تعليم معين، ودي بتاخد وقت أطول علشان تظهر. فممكن تلاقي في ناس دخلها بيتحسن أسرع، وناس تانية لسه واقفة مكانها، رغم إن الاتنين عايشين في نفس البلد. وده اللي بيخلق الإحساس اللي ناس كتير حاسة بيه دلوقتي، إن في فلوس بتدخل البلد فعلاً بالمليارات، وفي مشاريع واستثمارات كبيرة شغالة حواليك، بس حياتك اليومية لسه ما اتغيرتش. لأن ببساطة الفلوس دي لسه في مرحلة التكوين، مش مرحلة الوصول ليك. يعني الاقتصاد شغال على المدى الطويل، بيبني وبيكبر، لكن انت عايش على المدى القصير، محتاج نتيجة دلوقتي مش بعد 3 أو 5 سنين.
وعشان كده في فجوة كبيرة بتحصل بين اللي بيتعمل على مستوى الاقتصاد وبين اللي انت حاسس بيه في حياتك. لأن رحلة الفلوس من أول ما تدخل البلد لحد ما توصل لجيبك بتمر بمراحل كتير: استثمار لمشروع، لموظفين، لدخل، وكل مرحلة بتاخد وقت، وممكن كمان يحصل فيها مشاكل أو تباطؤ، وده طبيعي في أي اقتصاد كبير. وفي الآخر لازم تبقى فاهم إن الفلوس دي موجودة فعلاً وبتتحرك بأرقام ضخمة جداً، لكن مش كل فلوس بتدخل الاقتصاد بتدخل حياتك فوراً. ودي الحقيقة اللي بتفسر ليه ممكن تسمع عن مليارات واستثمارات وفي نفس الوقت تحس إنك لسه بتجري علشان تلحق. لأن ببساطة أسرع فلوس هي اللي بتدخل جيبك، وأبطأ فلوس هي اللي بتغير شكل البلد كلها. طيب بعد كل ده طبيعي جدا تسأل السؤال الأهم: ليه بقى المواطن مش حاسس بكل الكلام ده؟ ليه رغم إن في مليارات بتتصرف واستثمارات بتدخل ناس كتير حاسة إن حياتها بقت أصعب مش أسهل؟ الحقيقة إن في أكتر من سبب بيتجمعوا مع بعض، وأولهم وأهمهم هو التضخم. يعني ببساطة الفلوس اللي في إيدك قيمتها بتقل. مش لازم مرتبك يقل علشان تحس إنك خسرت، بالعكس، ممكن مرتبك يزيد من 5000 ل 6000 جنيه، لكن في نفس الوقت الأسعار تزيد بنسبة 30 أو 40%. ساعتها أنت فعلياً بقيت أفقر مش أغنى، لأن الحاجة اللي كانت بتكلفك 100 جنيه بقت ب 130 أو 150. وفي بعض الفترات التضخم وصل لمعدلات عالية، خلت الزيادة في الأسعار أسرع بكتير من أي زيادة في المرتبات. فبقى في سباق مستمر بين دخلك والأسعار، وغالباً الأسعار هي اللي بتكسب. تاني سبب هو الوقت، لأن الفلوس اللي الدولة بتصرفها أو الاستثمارات اللي بتدخل مش معمولة علشان تحس بيها بكرة الصبح. المشاريع الكبيرة زي المصانع أو الطرق أو الموانئ ممكن تاخد 3 أو 5 سنين علشان تكتمل، وبعدها كمان تاخد وقت علشان تأثيرها يظهر في شكل شغل أكتر أو دخل أعلى. يعني ممكن تعيش فترة طويلة شايف شغل بيتعمل حواليك، لكن مش شايف نتيجة مباشرة في حياتك اليومية. وفي نفس الوقت مصاريفك مش مستنية، لا إيجار ولا أكل ولا التزامات، بتقف مستنية الاقتصاد يتحسن. تالت سبب، وده الأهم، إن في فرق كبير جدا بين إن الاقتصاد يكبر وبين إن حياتك تتحسن. لأن الاقتصاد ممكن يكبر بسبب استثمارات كبيرة أو مشاريع ضخمة أو زيادة في الإنتاج، وده بيظهر في الأرقام زي الناتج المحلي اللي بيعدي مئات المليارات. لكن ده مش معناه إن الفلوس دي بتتوزع بالتساوي أو إنها بتوصل لكل الناس بنفس السرعة. ممكن شركة تحقق أرباح بملايين في نفس السنة، وفي نفس الوقت موظف مرتبه 6000 أو 7000 جنيه يفضل زي ما هو بالعافية مكفي احتياجاته. وفي سبب رابع ناس كتير مش بتاخد بالها منه، وهو إن الفرص الجديدة اللي بتتخلق مش دايماً بتبقى مناسبة لكل الناس، لأن في شغل بيتطلب مهارات معينة أو تعليم معين، وده بيخلي فيه ناس تستفيد بسرعة وناس تانية تاخد وقت أطول أو تفضل بره اللعبة أصلاً. فالإحساس بعدم التحسن مش معناه إن مفيش حاجة بتحصل، لكن معناه إن التغيير مش واصل لكل الناس بنفس الشكل. ولو جمعت كل ده مع بعض هتفهم ليه في إحساس عام إن الحياة بقت أصعب رغم إن في فلوس بتتحرك. لأن ببساطة الأسعار بتسبق والدخل بيجري وراها، والنتيجة بتتأخر، والفرص مش متساوية. وده بيخلق إحساس صعب جداً إن كل حاجة حواليك بتتحرك بسرعة إلا حياتك أنت. وده مش وهم، ده نتيجة طبيعية للفترة اللي الاقتصاد بيبني فيها نفسه قبل ما الناس كلها تحس بالفرق. خليني أقول لك الحقيقة اللي ممكن تكون مش مريحة بس لازم تتقال. ممكن جدا اقتصاد دولة يكبر والأرقام تتحسن والناتج المحلي يزيد لمئات المليارات، وفي نفس الوقت ناس كتير تفضل حاسة إنها تعبانة
ومش شايفة فرق حقيقي في حياتها. وده مش تناقض زي ما بيبان، ده واقع بيحصل في دول كتير، لأن الفلوس مش بتوصل لكل الناس بنفس السرعة ولا بنفس الشكل. يعني ببساطة، في فلوس بتدخل البلد بالمليارات كل سنة، وفي مشاريع واستثمارات بتكبر، لكن الفلوس دي بتبدأ رحلتها في أماكن معينة، شركات كبيرة، قطاعات معينة، ناس عندها القدرة تستثمر أو تتحرك أسرع. وفي المقابل، في ناس تانية بتستنى لحد ما التأثير ده يوصل لها، وده ممكن ياخد سنين. وفي الفترة دي بيحصل أصعب إحساس ممكن أي حد يعدي بيه، إنك شايف بعينك إن في شغل بيتعمل وإن في فلوس بتتصرف حواليك، لكن أنت شخصياً مش حاسس بأي تحسن في حياتك اليومية. وده بيخلق فجوة كبيرة بين اللي بيتقال في الأرقام وبين اللي أنت حاسس بيه في الواقع. والنقطة الأهم إن الاقتصاد بطبيعته بيفكر على المدى الطويل. استثمارات بمليارات بتتحط علشان تجيب نتيجة بعد 3 أو 5 أو حتى 10 سنين. لكن الإنسان مش مشروع طويل الأجل. أنت عندك التزامات يومية، أكل، إيجار، مصاريف، مش مستنية سنين علشان تتحل. وعشان كده الحقيقة الصدمة هي إن المشكلة مش إن الفلوس مش موجودة، المشكلة إن الفلوس لسه ما وصلتش لك. وده بيحصل لأن في ناس بتستفيد بدري، وناس بتستنى، وناس ممكن تستنى فترة أطول بكتير. وده جزء من طبيعة أي اقتصاد بيتبني وبيكبر. يعني ممكن تسمع عن مليارات بتدخل البلد وعن اقتصاد بيكبر، وفي نفس الوقت تحس إنك بتجري علشان تلحق. وده مش إحساس وهمي، ده نتيجة الفرق بين توقيت الفلوس وتوقيت احتياجك. لأن ببساطة الفلوس ليها وقتها وإنت ليك وقتك، ولما الاتنين ما يبقوش ماشيين مع بعض بيحصل الإحساس ده. وفي الآخر الجملة اللي تلخص كل ده إن الفلوس موجودة فعلاً وبتتحرك بأرقام ضخمة جداً، لكن مش معمول حسابك فيها دلوقتي. ودي أصعب حاجة ممكن تتقال، لأنها بتفسر ليه ممكن البلد تتغير حواليك وإنت لسه واقف مكانك. ولو رجعنا خطوة لورا وجمعنا كل اللي اتقال من أول الحلقة، هنلاقي إن الصورة أكبر بكتير من مجرد سؤال بسيط عن الفقر أو الغنى. لأن الحقيقة إن في فلوس بتتحرك جوه الاقتصاد بأرقام ضخمة جداً، توصل لتريليونات الجنيهات على مدار سنين. وفي استثمارات بمليارات الدولارات داخلة في قطاعات مختلفة زي الصناعة والطاقة والعقارات والتكنولوجيا. وفي نفس الوقت الدولة بتحاول تستوعب عدد سكان بيزيد بحوالي 2,000,000 شخص كل سنة، وده رقم كبير جداً بيحط ضغط مستمر على أي تحسن بيحصل. يعني ببساطة عندك اقتصاد بيحاول يكبر بسرعة علشان يلحق الزيادة السكانية، وفي نفس الوقت بيحاول يبني بنية تحتية تقدر تشيل النمو ده على المدى الطويل. وده بيظهر في أرقام زي الناتج المحلي اللي بيعدي مئات المليارات من الدولارات. لكن الأرقام دي مش معناها إن كل فرد بيحس بنفس النتيجة، لأن الفلوس دي مش بتتوزع بالتساوي ولا بتتحرك بنفس السرعة لكل الناس. وفي المقابل المواطن عايش واقع مختلف تماماً. عنده مصاريف يومية ثابتة بتزيد باستمرار، إيجار، أكل، تعليم، علاج، التزامات مش مستنية خطط طويلة ولا مشاريع بتتعمل على مدار سنين. هو محتاج نتيجة دلوقتي. وده بيخلق صدام واضح بين اتجاهين مختلفين. اتجاه اقتصاد بيفكر على المدى الطويل، بيستثمر ويبني علشان يجيب نتيجة بعد 3 أو 5 أو حتى 10 سنين. واتجاه إنسان عايش على المدى القصير، محتاج يعيش يوم بيوم. والصدام ده بيظهر في شكل فجوة كبيرة بين اللي بيتقال في الأرقام وبين اللي انت حاسس بيه في حياتك. الفجوة دي هي الفرق بين فلوس بتتصرف النهاردة ونتيجة بتتأخر. الفرق بين مشاريع بتتكلف مليارات وتأثيرها بياخد وقت علشان يوصلك. والفرق بين إن الاقتصاد يكبر على الورق وإن حياتك تتحسن
على أرض الواقع. ولو حاولنا نبسطها أكتر، هنلاقي إن الفلوس بتمشي في رحلة طويلة جداً، من أول ما تدخل البلد، سواء من استثمار أو قروض أو مشاريع حكومية، لحد ما تتحول لشغل، وبعدها لدخل، وبعدها تتحول لتحسن فعلي في مستوى المعيشة. وكل مرحلة من المراحل دي ممكن تاخد وقت، وممكن كمان مش كل الناس تستفيد منها بنفس الشكل أو في نفس التوقيت. وعشان كده الإحساس اللي ناس كتير حاسة بيه دلوقتي منطقي جداً، لأنك شايف بعينك إن في شغل بيتعمل، وإن في فلوس بتتصرف، وإن في اقتصاد بيتحرك. لكن في نفس الوقت حياتك اليومية ممكن تكون لسه بتجري علشان تلحق الأسعار، أو تحافظ على نفس المستوى اللي كنت عايش بيه قبل كده. وده بيخلي إحساس إن البلد بتجري أسرع منك. وفي اللحظة دي بتفهم إن المشكلة الحقيقية مش في إن مصر فقيرة ولا غنية، المشكلة في الفجوة الزمنية بين الاتنين. الفجوة بين اقتصاد بيتبني بسرعة وحياة لسه بتتحسن ببطء. الفجوة بين فلوس بتدخل بالمليارات وفلوس بتوصل لجيبك بعد وقت طويل. وفي الآخر كل ده بيرجع لنقطة واحدة بس، إن الوقت هو العامل اللي محدد كل حاجة. لأن الفلوس ليها مسار طويل، وإنت ليك احتياجات سريعة، ولما الاتنين ما يمشوش مع بعض بيظهر الإحساس ده. وده اللي غير السؤال كله، من هل في فلوس ولا لأ، لسؤال أهم بكتير: إمتى الفلوس دي هتوصل لك؟ وإمتى الفجوة دي هتختفي؟ وإمتى فعلياً هتحس إن اللي بيتعمل حواليك بدأ يبان جوه حياتك؟ وفي الآخر، بعد كل اللي اتقال، مفيش إجابة سهلة، ومفيش كلمة واحدة تقدر تختصر الصورة، لأن الحقيقة أبعد من كده بكتير. مصر مش دولة فقيرة بالشكل اللي الناس متخيلاه، لأن في فلوس بتتحرك بمليارات، وفي اقتصاد بيحاول يكبر ويواكب عدد سكان بيزيد كل سنة. لكن في نفس الوقت مش دولة غنية بالشكل اللي يريحك، لأن الفلوس دي مش كلها بتوصل لكل الناس، ولا في نفس الوقت، ولا بنفس السرعة. يعني ببساطة، في فلوس موجودة لكن مش كلها في إيدك. وفي شغل بيتعمل لكن نتيجته لسه قدام. وفي اقتصاد بيتحسن على الورق، لكن حياتك اليومية ممكن تكون لسه بتجري علشان تلحق. وده مش تناقض، ده نتيجة طبيعية للفجوة اللي اتكلمنا عنها بين وقت الفلوس ووقت احتياجك. وعشان كده الحقيقة اللي محدش بيقولها بصراحة، إن المشكلة مش في وجود الفلوس، المشكلة في توقيتها. لأن الفلوس ممكن تكون موجودة بالفعل، لكن تأثيرها لسه ما وصلش لك. وده اللي بيخلي ناس كتير حاسة إن مفيش تغيير، رغم إن في تغيير بيحصل فعلياً حواليهم. وفي اللحظة دي السؤال كله بيتغير، مش هل مصر فقيرة ولا غنية، لكن سؤال تاني أهم بكتير: إمتى الفلوس دي هتوصل لحياتك؟ إمتى هتحس إن تعبك بقى ليه مقابل حقيقي؟ وإمتى هتلاقي إن اللي بيتعمل حواليك بدأ يبان جوه يومك العادي؟ يمكن البلد بتتغير فعلاً، ويمكن الاقتصاد بيكبر فعلاً، بس السؤال اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه: هل حياتك أنت اتغيرت ولا لسه؟ قول لي بصراحة، أنت شايف المشكلة في قلة الفلوس، ولا في طريقة توزيعها، ولا في الوقت بين الاتنين؟ وهل شايف إن الفجوة دي ممكن تتقفل قريب، ولا لسه بدري؟ اكتب رأيك وشارك الحلقة مع حد محتاج يفهم الصورة كاملة، لأن السؤال مش بسيط، والإجابة مش سهلة، بس التفكير فيها هو أول خطوة علشان تفهم اللي بيحصل حواليك.